استولت حركة طالبان على وادي سوات في سنة 2008، وذلك الوادي واقع في أقصى شمال شرق باكستان. وسرعان ما طبقوا هناك أجندتهم المتطرفة: لا تلفزيون ولا أفلام ولا خروج للمرأة من بيتها إذا لم يرافقها محرم، ولا فتيات تذهبن إلى المدارس. وفي سنة 2009 بدأت فتاة باكستانية في 11 من عمرها اسمها مالالا يوسفزاي تتحدث عن الملء ضد منع البنات من الذهاب إلى المدرسة، وظلت مصرة على الذهاب إلى مدرستها مخاطرة بحياتها وحياة أبيها. وكانت أيضا تحضر اجتماعات تقام في المدن القريبة. كتبت مالالا على الإنترنت كيف تجرؤ حركة طالبان على سلب حقي في التعليم. وفي سنة 2012، أي عندما صار عمر مالالا 14 عاما، أطلقت عليها النار في وجهها، وعندما كانت في الباص عائدة من المدرسة إلى بيتها في أحد الأيام، صعد مسلح من طالبان إلى ذلك الباص وسأل: أين هي مالالا؟ قولوا لي وإلا أطلقت النار على الجميع. نهضت مالالا معرفة عن نفسها: هذا اختيار مذهل في حد ذاته. فأطلق المسلح النار على رأسها أمام ركاب الباص جميعا. دخلت مالالا في حالة غيبوبة وكادت تموت، وقالت حركة طالبان على الملأ أنها ستقتلها وستقتل أبيها إذا نجت من تلك المحاولة. لا تزال مالالا حية إلى اليوم، ولا تزال تتحدث علنا ضد العنف والقمع الواقعين على النساء في بعض البلاد الإسلامية، وكتبها الآن من أكثر الكتب مبيعا. تلقت مالالا جائزة نوبل للسلام في سنة 2014، والظاهر أن إطلاق النار على وجهها أدى إلى جعل صوتها مسموعا أكثر من ذي قبل، وإلى جعلها أكثر جرأة من ذي قبل. كان من السهل عليها أن تنبطح أرضا وتقول: لا أستطيع فعل أي شيء، أو ليس لدي أي خيار. والمفارقة هنا أن ذلك لو قالته سيكون خيارها أيضا، إلا أنها اختارت العكس.